اوعي ترمي الزيت المستعمل او تبيعيه ببلاش، موجود عندنا في كل بيت، كنز بجد بجد، اوعي ترميه. هنعمل منه وصفات ممتازة جدا، هنعمل النهاردة منه وصفة عايزة اقول لك سحرية، مش هتتخيلي ان كل ده يطلع من الزيت المستعمل، ووصفة كمان تعتبر ببلاش. اهلا وسهلا بيكي في شغلة وحكاية، بنعمل روتينات جميلة، بنعمل وصفات ممتازة، كمان بنحكي حكاية من الواقع، حكاية من الحقيقة، حكاية اجتماعية موجودة في بيوت كتيرة مننا، ممكن تكوني أول مرة تسمعيها أو ممكن تكون مرت عليكِ، فيا ريت تدينا رأيِك فضلًا وليس أمرًا. بس قبل ما ندخل على الحكاية على طول ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد إذنِك فضلًا وليس أمرًا، لايك جميل منِّك، شير الفيديو لو عجبِك الفيديو، كومنت قمر زيِّك يا قمراية، ويا ريت تكتبي لي في الكومنتات بتتابعيني من أي مكان داخل مصر والّا خارج مصر، ليّا الشرف طبعًا إن أنتِ تكوني مشتركة عندي في قناتي. يالّا بينا نسمي الله تاني ونصلّي على رسول الله وندخل على الحكاية على طول. طبعًا النهارده بنوتة أمراية جميلة جدًا، عسولة وأمورة في تالتة جامعة، اتخطبت وبقى لها حوالي شهرين أو 3. طبعًا الخطوبة ما كانتش تعرف خطيبها على خطوبة صالونات عادي جدًا ما فيش أي مشكلة، اتعرّفوا على بعض، أهل الأهل اتعرّفوا على الأهل دول وخلاص اتفقنا. ما جابش شبكة طبعًا لإن الدهب غالي زي ما أنتم عارفين، شبكة بسيطة جدًا زي أي شاب اليومين دول اللي إحنا الأيام اللي إحنا فيها، ما فيش شباب بتقدر تجيب الدهب اللي كان زمان بنجيب ب30 وب50 وب100 كمان وألوفات مألّفة يعني. المهم طبعًا عدّت الحكاية، بتقول في يوم لقيته جاي بيقول لي جاي يقعد معايا شوية، أهلًا وسهلًا، طبعًا كل سنة وأنتم طيبين، مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين، وقعد معايا شوية. طبعًا داخل فاضي ما فيش في إيده أي حاجة، المفروض زي ما بنسمع إن ده موسم، المهم مش مستنية منّه حاجة، لإن هو أول ما قعد لقى طبق الحلويات ما شاء الله وحلاوة مولد النبي والفاكهة والعصير وأحلى حاجة طبعًا لخطيب بنتِك، معروفة يعني عادات وتقاليد المصريين وأكيد عادات وتقاليد في العالم كُلّه. المهم بتقول أنا لقيته مدّي لي 50 جنيه، باقول له: "إيه ده؟" قال لي: "خلّي ال50 جنيه دي معاكِ وأنا هاقول لِك بعدين." طبعًا استغربت جدًا، وأول ما أروّح لقيت التليفون بيرن، ألو السلام عليكم، وعليكم السلام، إزيك عامل إيه، الدنيا مش عارفة إيه. المهم طبعًا كلام بقى كل سنة وأنتم طيبين ووحشتيني ومش عارف إيه، طب إحنا لسه سايبين بعض المهم. طب إيه حكاية ال50 جنيه؟ هي ال50 جنيه اللي أنت قُلت لي عليها خلّيها معاكِ لحد ما تيجي، أو أنت تقول لي عليها على حاجة، أنت قُلت لي هاقول لِك على حاجة. لقيته بيقول لي إيه: "ال50 جنيه دي تجيبي لِك بيها علبة حلاوة المولد، لأحسن أنا ما عرفتش أجيب وكنت مستعجل وجيت بسرعة جدًا." قُلت له لقيت نفسي رَد فعل غير طبيعي، قُلت له: "50 جنيه إيه اللي أنا هاجيب بيها علبة حلاوة المولد؟" قال لي: "أصل أنا المفروض كنت أجيب لِك علبة حلاوة وأنا جاي واتأخرت والطريق ومش الطريق وقُلت ممكن تكونوا أكيد جايبين فهنجيب حلاوة على حلاوة، لأ أنتِ تستفادي بال50 جنيه أحسن." عايزة أقول لكم على حاجة، ساعة ما قال لي الكلام ده أنا حسيت إن أنا اتصدمت، يعني ما عرفتش أكمّل معاه المكالمة، حاولت أخلّص معاه المكالمة وقعدت مع نفسي كده ساكتة، لقيت ماما بتقول لي: "في إيه يا حبيبتي مالِك؟ قفلتِ بسرعة المكالمة وفي إيه، إيه اللي حصل؟" قُلت لها: "والله يا ماما حصل حاجة غريبة أوي النهارده، مش عارفة في إيه اللي حصل، هو ادّاني 50 جنيه وهو قاعد وبعد ما مشي دلوقتي في التليفون بيقول لي خدي جيبي لِك 50 جنيه، ال50 جنيه دي جيبي بيها علبة حلاوة المولد." طبعًا ماما بصّت لي وأنا بصّيت لها وسكتنا. باقول لها: "يعني إيه يا ماما، هو كيلو حلاوة المولد النهارده بكام؟" قالت لي: "يا بنتي ده النهارده بكذا، يعني ال50 جنيه بتاعته دي تجيب ربع كيلو حلاوة مولد، وفي أغلى من كده بكتير." طيب هو كان عايز يجيب لِك حلاوة المولد ما جابهاش هو ليه؟ 50 جنيه دي أصلًا ما تجيبش قطعتين 3 حلاوة المولد اللي هو بيتكلم عليها. باسمع من زمايلي كتير يا ماما إن هُم بيعملوا لهم بيجيبوا لهم هدايا، بيجيبوا لهم شوكولاتات، بيجيبوا لهم وَرْد، خطيبها يعني يجيب لها وَرْد، يجيب لها شوكولاتة، بيعمل لها مفاجأة، في عيد ميلادها جايب لها أيفون، في عيد ميلادها جايب لها ما أعرفش إيه، إيه الكلام ده كلّه؟ أنا باسمع كلام غريب أوي، ما شُفتوش أنا وما صادفتوش، وأنا مش باتكلّم في حاجة إن أنا محرومة من حاجة ولا نِفْسي في حاجة ولا عايزة حاجة، الفكرة كلّها إن أنا خايفة أموت موت من إن أنا أكمّل مع البني آدم ده. لمّا يدّيني دلوقتي في بيت أبويا 50 جنيه عشان أجيب علبة حلاوة المولد اللي تمنها النهارده 300، 400، 500 جنيه كمان، يعني ال50 جنيه قصادها 500 جنيه، يبقى أنا كده مش هاعرف أكمّل. طب هل يا ترى
ممكن أو أنا دلوقتي أحكم على البني آدم ده إن هو بخيل من الموقف ده، والّا استنى موقف و2 و3 لقيت بابا له رأي تاني غير رأي ماما. ماما قالت لي: "يا بنتي هو كده شكله بخيل يا إما مش عارف حاجة في الدنيا." قُلت لها: "لأ يا ماما، ده هو خارج مع أصحابه على طول، وبيتهم في مكان حي، يعني في محلات، وأكيد سامع عن الأسعار وأكيد عارف الدنيا ماشية إزاي. طيب بلاش هو عارف مامته ما قالتلوش، باباه ما قالوش، صحابه ما قالوش، ما فيش أي حد قال له حلاوة المولد بكام." الفكرة مش في حلاوة المولد، الفكرة في الحاجة نفسها. إن أنت عايز تدّيني أجيب حاجة ب500 جنيه ب50 جنيه، هي دي الفكرة كلّها. إزاي طيب أجيبها إزاي، طب أعملها إزاي، طب أنت ما جبتش ليه العلبة أم 50 جنيه دي وأنت جاي؟ يعني أنا باكلّم نَفْسي. الحمد لله إن أنا ما حبيتوش لسه، عادي جدًا، خطيب عادي يعني صالونات زي ما أنا قُلت لكم، باحاول أفهمه وهو يفهمني، باحاول أدّي لنَفْسي فرصة، وهو أصلًا ما عملش الحاجات اللي تفرّح وتسعد قلبي، زي مثلًا مفاجآت وهدايا وورد، وأنتم عارفين بقى إحنا كبنات بنحب الحاجات الرفيّعة الجميلة دي. يعني مثلًا جاب لي ساعة هدية، جاب لي بوكيه ورد وهو جاي، لأ بوكيه شوكولاتة اللي هو بيبقى حاجات مرسومة كده وألعاب وحاجات الرفيّعة الصغيّرة اللي بتفتح النِفس وبتفرّحنا كُلّنا وبتخلّيكِ ترتبطي بخطيبِك أكتر وأكتر. ما عملش أي حاجة من دول، فطبعًا أنا باقول عادي، جايز ظروفه وحشة، جايز مثلًا بيكوّن نَفْسه، جايز بيحوّش عشان نتجوّز، حاجات كتيرة كده. لكن الموقف ده موقف صعب جدًا، وأنا بجد، بجد مش قادرة أتخيّل نَفْسي إن أنا أقدر أكمّل مع البني آدم ده، لإن طبعًا هك ه هنج هنتجوّز، الجواز مسؤولية كبيرة جدًا، وهنخلّف أولاد، والأولاد طبعًا هيشيلوا المسؤولية أكبر مننا، مش هنعرف إن إحنا نصرف على أولادنا أساسًا بالمنظر اللي هو فيه ده. أحكُم عليه من الموقف ده واللي على البر شاطر زي ما بيقولوها، ونخلع ونخلّص الموضوع بدري، بدري قبل ما يطوّل، وتبقى محسوبة عليّا خطوبة داخل وطالع على البيت وخارج وما أعرفش إيه وتكلفة. والّا أعمل إيه بالضبط؟ بجد أنا محتارة ومخنوقة، وما كنتش أتخيّل إن الموقف ده يحصل. يا ريت تدّوني رأيكم بجد، بجد. هي كاتبة لكم كده والله، بالله عليكم أفيدوني، وبسرعة كمان قبل ما الوقت يعدّي، قبل ما الخطوبة تقعد أكتر من كده، لإن أنا بجد مش عارفة أتصرّف إزاي ومش عارفة أعمل إيه. عايزة رأيكم، أكمّل والّا أختبره والّا أخلص من الموضوع على طول؟ يعني أكمّل الخطوبة والّا أختبره، يعني في أقرب وقت ممكن أختبره في موقف و2، والّا أنجز نفسي بسرعة، بسرعة، والّا أعمل إيه؟ يعني مش عارفة أتصرّف إزاي ومش قادرة أكمّل ومش قادرة إن أنا حتى لمّا ييجي يوم الجمعة الجاية هاقعد معاه إزاي؟ مش عارفة. طبعًا ماما وبابا رامين الكورة في ملعبي، أنتِ تاخدي قرارِك لإن دي حياتِك وده اختيارِك، وده هتكمّلي على هذا الأساس. يعني نعم هاكمّل، لأ خلاص تمام، اللي أنتِ عاوزاه هنعمله.